طلعناش وما اتكلمناش عن مباراة منتخب مصر قصاد تنزانيا. والحقيقة شفت كتير جدا جدا من الكلام اللي أثير حول هذه المباراة، إنه ليه ما يلعبش بكذا ويلعب بكذا. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، احنا بنستعد لبطولة اسمها بطولة أفريقيا. مش لازم المدير الفني يلعب كل اللعيبة الأساسية. المدير الفني هو بيضع الرتوش الأخيرة قبل أي بطولة. المفروض في المباريات الودية، مباراة ودية اتعملت ليه؟ اتعملت علشان يكون في أرض صلبة بيقف عليها في البطولة. وفي أول مباراة ليه، المباراة الأولى هتكون أمام موزمبيق يوم 14 الساعة 7. نتمنى لمنتخب مصر التوفيق إن شاء الله. وريه فيتوريا مدرب كبير جدا جدا. فوز أمام تنزانيا 2-0 بهدف أسطوري الحقيقة من 3 لمسات، نني صلاح تريزيجيه. هدف من أصول عالمية، هدف من رجل النني لرجل الكينج محمد صلاح لرجل طرابزون تركي تريزيجيه. هدف فيه شغل كتير وفيه فكر كبير جدا جدا. شفناها أكتر من مرة اللعبة دي من منتخب مصر، وخاصة مع ريه فيتوريا. إذن هي في جملة تكتيكية متفق عليها موجودة في أرضية الملعب. الهدف الثاني فيه توفيق كبير جدا جدا. محمد صلاح من ضربة جزاء، شومة في العارضة تخبط في ظهر حارس المرمى، بتدخل جون علشان يكون الهدف الثاني. مباراة ما هياش المباراة التكتيكية درجة أولى، ولكن زي ما قلت لحضراتكم ما ينفعش مدير فني قبل بطولة مهمة يضغط ويعمل ضغط عالي ويعمل كونتر اتاك عالي والكلام ده كله، بسبب انه انت لعيبتك ما هياش اللعيبة اللي لسه بادئه الموسم. لعيبتك في لعيبة منها مجهدة، في لعيبة منها لعبة مباريات لما خلاص هي جابت اخرها وماشية متلصمة كده. ما ينفعش نقول ان المدير الفني يلعب كذا وما يلعبش كذا، ما ينفعش. الفترة ديت احنا المفروض نكون داعمين كل الدعم لمنتخب مصر ولاعيبة منتخب مصر والري فيتوريا بإذن الله اللي هيرجعوا لنا بالبطولة اللي جاية.